ولا ينبغي أبدا أن نحقر الفقراء أو أن نستهين بالضعفاء، فوالله لا ننصر ولا نرزق إلا بضعفائنا. ورب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وهؤلاء أيها الأفاضل لا تخلو الأمة منهم أبدا في أي زمان وفي أي مكان. فقد يتصور بعض أحبابنا أن هؤلاء الأطهار كانوا على عهد النبي المختار، وكانوا في التابعين وتابعيهم بإحسان، وانتهى الخير وجفت ينابيع الفضل. أبدا أبدا. في حج هذا العام جاء رجل من أهلنا في مصر إلى الحج، وكان أعمى فاقدا للبصر، ونزل إلى بيت الله الحرام هذا العام، وقد أعلنت بعض وسائل الإعلام هذا، ودخل البيت فبكى وطال بكاؤه وعلى صوت نحيبه، وسأل الله بصدق وأقسم على الله بصدق، وقال: يا رب أريد أن أرى بيتك بعيني. فرد الله إليه بصره. نعم، رجل في 52 من عمره رد الله إليه بصره. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله الملك لأبره.